عنتر يا عنترة، زيزو اداهم سكرة. هو انت مفكر يالا يا غلاط يا سباب يا قذر اللسان، لما تشتم زيزو هتروح واخد البطولة عادي؟ لما تشتمه بأهله وبمراته وبأمه وبابوه وكل حاجة هتروح واخد البطولة؟ ازاي؟ اقنعني اقنعني. جربتها مع مؤمن وكان بيلديك، جربتها مع امام ورقعك، جربتها مع زيزو ولسعك. لسه ايه؟ لسه ايه؟ سوبر مؤمن زكريا، الكاس بتاع امام، سوبر زيزو. ايه خلاص، قدمت. مش هتكسب طول ما المدرج بتاع ناس محترمه وكل حاجه فيه جزء محترم وجزء قذر. جزء قذر اهو زيزو ادالك سكره اهي. عارف انت بتاعت مجدي عبد الغني اهي اهي. ايه خلاص، زيزو ذكر المباراه. ذكر المباراه مش راجل المباراه، ده ذكر المباراه، فحل المباراه، فحل وذكر المباراه. بسيطه. قال له خد يا بن شرقي اهي اهي. قال له اهي. خلاص بسيطه، سهله سهله. كان ناقص امام عاشور. يعني تخيل مثلا باصه من امام لزيزو، زيزو لبن شرقي، بن شرقي لعواد. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بسيطه. النادي الاهلي يفوز على النادي الزمالك. حبيبه زمالك، دايما بتفوقني، دايما بكون انا واقع ومحتاج اللي فوق عليه، انت بتيجي فوق لي اللعيبه. بتفوق لي، فوقت لمحمد شريف 3 4 5 مرات. الشحات الماتش اللي فات ضايع نزل قال له حبيب قلبي الزمالك وفاق عليكم. زيزو اللي مستواه مش احسن حاجه ومتذبذب وعمال تشتموا فيه، فوقت الاهلي كله مش زيزو بس. يعني انت فوقت الاهلي كله. ولا يا كوكا، انت بتبلبع ايه؟ بتبلبع ايه قبل الماتش عشان تبقى راجل قوي كده؟ بتبلبع؟ قول لي انت بتبلبع ايه؟ قول لي. ده مش طبيعي. مش كل ماتش كده. مره اخوان الفينا، مره شيكو، بنزا. ايه بالراحه عليهم. كوكا اداء ولا اروع. محمد هاني اللي بقاله فتره من بدايه الموسم اداء ولا احلى. خط الدفاع مش احسن حاجه بس عدت. الزمالك مش موجود. الزمالك امبارح مش موجود. الزمالك طلع لك بيراميدز، ماتش كان هيبقى مشدود ومش عارف ايه، قال لك ايه اهلي السوبر. حبيب قلبي بتاعك يا اخويا، اتفضل. احنا مش مهم بطولات، ده بتاعك. احنا جايين نشتم زيزو ومروحين. احنا بطولتنا ان احنا نشتم زيزو ومروحين. ده مكسبنا في الكون، ان احنا نشتم زيزو بس. نص الملعب ديانج ومروان عطيه، اللي مروان عطيه اداؤه مع المدرب مختلف. بانت بصمه مروان عطيه احسن لاعب في البطوله. اسيست واسيست الماتش هدف الماتش شافت عامل صاروخ حلو قوي. بن شرقي اجى منه الجول التاني. الماتش هدف تاني ولا احلى، اللي هو غريبه من مروان. فده شغل مدرب بدا يبان على مروان عطيه. ديانج اللي بقاله فتره يعني اداؤه مختلف. فديانج لو مش راجل، لو زيزو مش راجل مباراه، ديانج راجل مباراه طبعا. طبعا. بن شرقي اللي اداؤه ولا احلى، زيزو اللي اداؤه ولا اروع، تريزيجيه اللي انا كنت قلقان منه حصل اناني بيفكر في نفسه. 3 4 كور ارتو منها واحده عواد شالها وعدت، واتنين تانيين مالهمش لازمه. انا مش شايف ان تريزيجيه رغم المكسب وكل حاجه لا يصلح للعب للنادي الاهلي. لا يصلح للعب النادي الاهلي. المعلم جاي ياخد اللقطه، المعلم جاي يشوف نفسه. ده اللي باين لي وده اللي ظاهر لي. غير كده ما تقوليش شكرا. فانا بالنسبه لي انا قلت لك تريزيجيه ما يبداش عشان هيعمل كذا وكذا وكذا. وعمل. فانا تريزيجيه انا رامي طوبته، انا مش مستني منه حاجه. جراديشار رغم ان هو الشوط والشويه اللي لعبهم اداؤه كان كويس. هدفه في الهدف الاول هو تقريبا مساهم بجزء برضه. لو انت لاحظت هتلاقي ان محمد اسماعيل، جراديشار بيجري، محمد اسماعيل اتلبخ فيه، راح لزق فيه، الكره اتلعبت من وراه. طبعا ما هو جراديشار هو شغلته، هو مش مهاجم صريح، هو نازل مهاجم. يعني هو مهاجم صريح بس بيسحب المدافعين. محطه قلت لك قبل كده زي مروان محسن. فهو نزل بيجري محمد اسماعيل شافه، قام رايح معاه الكره عشان كان مفكر ازاي هيلعبها له. قام لعبها تشيب لبن شرقي فعدت منه.
فهو مساهم بالهدف بطريقه غير مباشره. فجراديشار نوعا ما قدم ماتش كويس لحد ما طلع نوعا ما، بس احنا محتاجين طبعا مهاجم. وكل الفرقه الشناوي ما جاش على حاجه، ما شفتش على الشناوي حاجه. قلت لك الزمالك مش موجود. ناصر بيه كوستا، ناصر بيه كوستا اللي في البلاله، اللي مش مركز في الماتش، اللي همه انه ما راحش المنتخب. اللي عارف ما رحتش المنتخب لا يا كابتن يا ناصر، ان انت ماتش مليون في المية وماتش 2%. وماتش 20 ماتش 2%. انت من تاس ثابت، انت هتأدي مثلا 30 ماتش في الموسم، هتأدي منهم 3 4 ماتشات والباقي انت مش موجود. فانت خارج على تركيزك. ماتش مين وبطولة مين؟ انا عايز اروح المنتخب. فشكرا يا زمالك، حبيب قلبي يا زمالك. إيه يعني فوقت الفرقه، فوقت الفرقه، طلعت لي بيراميدز اللي ممكن يبقى هكسب بيراميدز. يعني انت لو كنت خسرت من بيراميدز انا هكسب بيراميدز واديها عنها برضو عادي. بس الماتش كان هيبقى مشدود صعب شويه، الماتش مش عارف ايه. فانت طلعتها لي وقلت لي اتفضل يا عايز تفوق، انت متلخبط في الموسم دوت. الموسم دوت انت مش احسن حاجه، اللعيبه مذبذبه. اتفضل احلى بطوله، تفوق بقيه الموسم انت رايق واخد بطوله والدنيا تمام وبتاع وخلاص. فيا حبيبي يا زمالك الف مبروك. عادي يا زمالك عادي، ده طبيعي، ده طبيعي. اي مدرب بيجي، اي مدرب انت جيت طيب تعالى خد يا زمالك. لعبوا في السوبر إيه؟ فايلر تقريبا كان فايلر، كولر، موسيماني، سروب. حبيبي اي مدرب عايز يفتتح الموسم بالبطولات بتاعه مع النادي الاهلي تعالى يا زمالك خد اديله السوبر. فالف مليون مبروك للنادي الاهلي، بطوله سوبر ال 16 في تاريخه. بطوله غاليه، بطوله جايه في وقت مهم جدا. انت محتاج البطوله ديت عشان اللعيبه تفوق. اول بطوله لزيزو، زيزو اللي انا كنت مراهن على الماتش دوت، عارف ان هو مش هيتاثر بالضغوطات، وفعلا ما تاثرش بالضغوطات ولا هيتاثر. عامل اسيست، عامل ماتش هو الاروع، احسن لاعب في المباراه. فالف مليون مبروك لزيزو اول بطوله ليه. بن شرقي هدف ليه حلو قوي في نادي الزمالك واحراز بطوله. كل اللعيبه الف مبروك ليهم. تريزيجيه علشان انا زي ما قلت لك انا رامي طوبته، انا مش مستني منه حاجه. فالف مليون مبروك للعيبه، بطوله ولا احسن. مستنيين في الدوري بقى الماتشات اللي باقيه في الدوري قبل افريقيا، ماتشات افريقيا برضو بتاعه الابطال. ف الف مبروك للابطال، مبروك لجمهور النادي الاهلي المكسب اللي هم دوت. وفي فيديو تاني على جمهور النادي الاهلي والبانر اللي مش عارف اتصرف ازاي وعملوا عليه حفله في المدرجات.